لو أول مرة تعملي الحمام المحشي المحمر الجميل ده وخايفة ما يطلعش معاكي مظبوط، يبقى الفيديو ده أكيد ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي بطعم تحفة وريحة تفتح النفس بجد تجنن، وشكله بيشهي محمر ومقرمش ولذيذ بجد. امشي معايا خطوة بخطوة وما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. بجد جربيه هيعجبك جدا. يلا نشوف الخطوات. معلقه سمنه في حله على النار، سمنه بلدي طبعا او اي سمنه عادي، ومعايا 3 بصلات كبار مفرومين في الكبه. هنزل بتلت كميه البصل اشوحها في السمنه كده، وهنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وبهارات مشكله. طبعا في ناس بتحب تضيف قرفه على الحشوات، بس انا مش بحب صراحه نكهه القرفه. تمام، هشوح كده البصلايه معايا كويس، وهنزل بالرز وبقيه البصل وهشوحهم كويس جدا لحد ما الرزايه تتجلفن كده علشان ما تعجنش معايا. كميه الرز على حسب الحمام، كوبايه الرز عليها بصلايه متوسطه لكل جوز من الحمام. سقيت بكوبايه ميه كده مغليه، وهوطي لحد ما الرز يتشرب معايا كده ويبقى نص تسويه. خلاص كده الحشوه جاهزت معايا وبقت تمام التمام. هسيبها تبرد وهبتدي احشي الحمام بتاعي ما بين الجلد وجوه الحمامه والزور بتاعها بمنتهى السهوله. احط الحشوه جوه، وهحط شويه كده تحت الجلد كده من عند الورك كده، يعني مش كتير علشان ما يفرقعش مني. ابطط كده ادخل وهبطط، ما سيبهوش كده ايه مالي الحمامه كده ومنفوخ. انا بحشي طبعا على طبق عشان اي رزايه هتقع من الحشوه انا هستخدمها تاني. بقفل بقناصه الحمامه، او ممكن تجيبي قطعه من البصل بتقفلي بيها علشان الرز ما يخرجش معاكي. كتفي الحمامه كده بالشكل الجميل ده، وتقفليه كويس جدا، عمرها ما هتطلع معاكي ولا حبايه رز. والزور هقلبه كده حته صغيره، وافتح الزور وابتدي ان انا ادخل الرز بتاعي لحد ما الزور يتملي، بس برضك انا مش عايزاه مليان على الاخر. بحط معايا كميه الرز لحد ما يبقى ببطط كده شايفه بالشكل ده كده. تمام، هخلص الحمامية، هعمل واحدة كمان زي ما انتوا شفتوا كده، هحط جواها وبرضك هحط ما بين الجلد علشان بيدي طعم جميل جدا ويديني يعني الشكل الجميل بتاع الحمامة اللي انتوا شفتوه ده. تمام، هخلص حشو الحمام كله وبعدين هنشوف هنسويه ازاي. النهارده هنسويه بطريقه جديده، مش هنسلقه في الحله ولا في الشوربه زي ما انتوا متعودين، لا احنا هنحطه في صينيه وهيطلع حلو ومستوي. هيطلع حلو جدا ومستوي جدا جدا، خرافه. وكمان كميه الصوص اللي نازله منه هتبقى قليله، لان كده كده شوربه الحمام مش بتتشرب. بس لو حبيتي تعملي طبق ملوخيه او تسوي شويه ورق عنب جنب الحمام هتبقى هتسد معاكي وهتبقى مية مية. تمام، انا كده خلصت الحمام. تعالوا بقى نشوف هنرصه ازاي في الصينية. هنجيب الصينية بتاعتنا وهنقطع فيها شرايح من البصل، وهنحط الملح والفلفل والطماطم وندعكم شوية كده، وهنزل بشوية من الحبهان الحصى عادي، وابتدي ارص الحمام بتاعي كده جنب بعضه. حطي كل كمية الحمام عادي حتى لو لازق في بعضه، هيستوي وهيبقى زي الفل ومش هيجراله اي حاجة زي ما هتشوفي دلوقتي. بعد كده هنزل بالمية المغلية لحد ما تبقى يعني قبل الحمام كده بحاجة بسيطة، يعني مش هغطي الحمام، هي خلاص كده يعني زي تسقية المحشي كده. خلاص غطيته بالفويل ودخلته الفرن لمدة ساعة. طلعته كان بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده، بجد تحفة مستوي ويعني بجد يجنن. والصوص اللي نازل منه الشوربة دي خطيرة. انا حمرته دهنته قشطة وحمرته في الزيت عادي، كل واحد على حسب ما بيحب تحميره. هتحطيه في الفرن ماشي، هتحطيه في الاير فراير عادي، هيبقى معاكي زي الفل. بس انا بحب احمره في الزيت الغزير علشان يبقى مقرمش معايا، وصراحة احنا اتعودنا على طعمه كده. بصي شايفة الحشوة من جوه بجد تحفة. يلا ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقة لايك وشير وسبسكرايب.